اهلا بيكم حبايبي. لو بتحبوا الاكل البيتي يبقى مكانكم معايا هنا هتلاقوا وصفات سهله وسريعه وكمان اقتصاديه. تابعوا الفيديو للاخر ومتنسوش اللايك والشير، ولو اول مره تشوفوني اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا. النهارده هنعمل طريقه الملوخيه على الطريقه الاصليه. اول حاجه هنجيب معانا فرخه، هنغسلها كويس جدا. طبعا الاول هنشطفها تحت الميه، وبعد كده هنعمل لها محلول نقع. بس قبل ما نعمل لها محلول نقع لازم نقطر عليها ليمون من جوه، بنعصر من جوه ليمون ومن بره وندعكها كويس جدا. وبعد كده بنروح جايبين طبق، نجيب فيه طبق فيه ميه، بنحط فيه معلقه سكر كبيره ومعلقتين ملح، وبنحط جنزبيل. الجنزبيل مهم جدا، بيشيل اي زفاره خالص. وبتروح حاطه بتعصري بقيه الليمون اللي عندك وتحطي القشر كمان معاه، وتنقعي الفرخه مثلا لمده نص ساعه. كده انت هتضمني هتطلعي احلى شوربه للملوخيه، ما يبقاش فيها زفاره. وكمان بقيه الشوربه ممكن تشربيها عادي، تعمليها لسان عصفور وهتبقى طعمها جميل جدا. بس كده انا عملت محلول النقع وحطيت الفرخه فيها وبس، وهركنها مثلا لمده نص ساعه لغايه ما تتنقع. وبعد كده هروح جايبه الفرخه، هشطفها كويس جدا الميه واحطها في مصفى تتصفى خالص. لما تنشف خالص هروح جايبه لها بقى ايه، بصلايه هنتبلها قبل ما نحطها في الشوربه، في الميه بتاعه الشوربه. هنجيب بصلايه نبشرها كويس على بشر ناعم، وهنجيب ملح وفلفل نحطهم على البصلايه. وكمان حرق الطماطمايه دي تكايه جميله جدا فعلا، مش هتخلي في الفراخ في زفاره. بتروحي جايباهم وتروحي دعكاهم كويس جدا مع بعض، وتحطيهم تدعكي بيهم الفرخه من تحت الجلد ومن جوه كمان ومن بره، ومثلا تركنيهم شويه لغايه ما الميه تغلي. بتجيبي طبعا حله وتحطي فيها ميه، تحطي مثلا نصها ميه، ما تحطيش الميه علشان لما تيجي تحطي الفرخه الميه ما تنزلش منك على البوتاجاز. تمام زي ما انت شايفه كده بالظبط. لازم تدعكيها جدا، تخلي البصل والطماطم في كل مكان. كده انا معايا الميه جهزت وغليت. بتجيبي بقى في الميه تحطي ورق لورا، تحطي ملح وفلفل، وتروحي حاطه بصلايه مبشوره، بصلايه متقطعه، وجزرايه برده متقطعه، ونص طماطمايه التاني اللي انت مثلا خدتي نص طماطمايه بشرتيها والنص التاني خليتيه اهو. تروحي حاطه فيها الفرخه وتروحي ايه سايباها تغلي. تمام. واول ما تغلي بتكوني بتشوفي الريم، لو في ريم على الشوربه بتشيليه. ليه؟ دي برضو بتخلي الشوربه طعمها جميل جدا. اول ما تشيلي الريم وتخلي الشوربه لونها يكون فاتح، ما بيكونش غامق كده. بتشيلي، لازم تشيلي الريمه. دلوقتي خدت جزء من الشوربه عشان اعمل المرته بتاعت الملوخيه. بعمل فيها ايه بقى؟ بروح جايبه جزء من الملوخيه، جزء من شوربه الفرخه، واروح حاطه عليها بصلايه مبشوره وطماطمايه مبشوره، وظبط الملح والفلفل طبعا ده حسب الاحتياج. ولغايه ما تغلي بروح جايبه حله تانية كله بيتعمل مع بعض، تحطي فيها معلقه زيت على معلقه سمنه عشان تحمري الفراخ بتاعتك. ودي سيبيها تسخن الحله كويس جدا عشان خاطر. وتحطي كمان، انا نسيت دي اصورها، بتحطي معلقه ملح على السمنه والزيت اللي هتحمري فيهم الفراخ علشان خاطر الفرخه ما تلزقش في الحله. وبكده انا دلوقتي الشوربه بتاعت الملوخيه غليت، فرحت حاطه الملوخيه ورحت مقلباها كويس عشان خاطر ايه التكتلات اللي فيها تفك. ودلوقتي انت زي ما انت شايفه كده، دلوقتي انت عندك الريم الابيض بتاع الملوخيه لازم كله يتشال. ونصيحه، حاولي ما تزوديش شوربه الملوخيه علشان الملوخيه لو طلعت تقيله هتعرفي تخففيها. طب لو طلعت خفيفه ساعتها مش هتعرفي تقليها. فالاحسن بتحاولي ايه، تحطي مثلا ايه شوربه الملوخيه زوديها حبه حبه. ظبطت من الاول ظبطت، ما ظبطتش بتروحي ايه مزوداها شويه شوربه. ودلوقتي جبتي معاه، ما جبتي طبق ورحت حاطه فيه معلقه سمنه، وحطيت فيه معلقتين توم، ورحت حاطه عليه معلقه كزبره. وطبعا ما سيبهمش على النار كتير عشان الكزبره لو غمقت قوي على النار هتمرر الملوخيه وتمرر التوم. بس وبكده الملوخيه تكون خلصت معانا. وما تحاوليش تغلي الملوخيه كتير عشان ما تسقطش منك. ولو وصلتي معايا لاخر الفيديو ما تنسيش اللايك والشير، ولو اول مره تشوفوني اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وبألف هنا.